ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة دي مميزة وحلوة جدا وخفيفة، وهتنفع معانا للفطار او العشاء او اللانش بوكس، او احنا طالعين المصيف او طالعين رحلة في اي مكان. هتنفع معانا ودايما بنشتريها من الافران، بس طبعا بتاعت الافران مش هتكون زي كده. لان احنا خادمينها كويس ومكلفينها، فاكيد مش هتكون زي الافران اللي احنا بنشتريها. النهاردة هندخل معانا في الوصفة. معانا معلقتين خميرة فورية ومعلقتين سكر ناعم الحبيبات، وهنحط عليهم ربع كوباية مية دافية، وهقلبهم كويس لحد ما ادوب الخميرة كويس جدا. بعد ما هدوب الخميرة هسيبها عشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة، عشان ما نبوظش بس التكلفة بتاعت المكونات بتاعتي. اكيد انت لو متأكدة من الخميرة بتاعتك خلاص هتشتغلي عادي بكل المكونات وهتحطي الخميرة على الدقيق. بس هنا انا حبيت اتأكد من الخميرة بتاعتي، هي ليها فترة شوية فحبيت اتأكد منها. فدوبتها في ربع كوباية مية دافية دافية ومش سخنة، لان لو مية سخنة هتموت الخميرة معايا. وحطيت عليهم السكر وغطيتهم وهسيبهم 10 دقايق، هيحصل فوران فهتتأكدي ان الخميرة كده تمام. عندي كيلو دقيق منخول متعدد الأغراض، بنشتريه ينفع معايا في المعجنات. ومعايا كمان بيضة، البيضة بتكون بدرجة حرارة الغرفة، مطلعينها من التلاجة من حبة حلوين كده. وهحط اهو، شايفين الخميرة عملت ازاي؟ عملت زي الفوم كده. الخميرة بتاعتي شغالة وهحطها وانا مطمنة. المية بتاعتي اللي انا هعجن بيها، انا هنا هعجن بمية مش بلبن، لان الوصفة دي وصفة اقتصادية جدا. يا دوب بس انا هستخدم معاها بيضة واحدة، وهتطلع عجينة زي العسل، هتعجبكم جدا. المية بتاعتي هكون مدفياها كويس. برضو المية بأكد ان المية دافية ومش سخنة، دافية يعني اقدر احط صباعي هتحملها. هزود المية هنا، اخدت معايا العجينة نص لتر مية. هزود المية، حطيت كوبايتين مية تقريبا نص لتر، وبدأت أقلب في العجينة بتاعتي. وبعد كده ضفت حوالي ربع كوباية زيت. ممكن تحط الزيت في الأول، من أول العجينة، من أول ما تعجني، وممكن تحطيه بعد شوية كده ما تعجنيها وتتميها تحط الزيت بتاعك. شايفين ملمس العجينة؟ العجينة هو ناعمة وطرية شوية، وهسيبها لحد ما تخمر معايا. انا اخدت معايا تقريبا نص ساعة وكانت خمرت. انتي زي ما تاخد معاك، هتاخد نص ساعة هتلاقي الحجم بتاعها اتضاعف. هقفلها وبعد كده هسيبها. الخميرة عندي خمرت، هبدأ ان انا اقطع فيها كور بالحجم اللي انا عايزاه. لو انت عايزة حجمها صغير تمام، حجمها كبير تمام. العجينة دي تنفع ان انا اعمل بيها بيتزا كاملة، برضو ينفع اعمل بيها فطاير، ينفع اعمل بيها اي معجنات. هقطعها كور صغيرة حجم بعض. الجزء اللي هو اللي فيه اول اتنين موجودين قصادكم دول كانوا خمر شوية، قطعتهم وسبتهم فكانوا اختمروا شوية بعد التقطيع. انا مش هستنى ان هي تخمر، يعني هو بس الوقت في التقطيع فخلاها ان هي تخمر، لكن مش شرط خالص ان انا اسيبها تخمر تاني. هي الفكرة ان انا هقطع واشتغل فيها على طول. عايزة تريحيها 10 دقايق كمان عشان تبقى سهلة معاكي، تمام مفيش مشكلة. هنا الصلصة بتاعتي جبت معجون صلصة عادي، العلب، صلصة معلبة، اي نوع انت تستخدميه بيكون حلو. وحطيت عليهم معلقتين زيت، وحطيت عليهم فلفل اسود، وحطيت توم باودر وبصل باودر وقلبتهم وتمام كده. بعد كده انا رجعت، شوفوا الحجم تضاعف ازاي. الوقت اللي انا عملت فيه الصلصة هي كانت بيض بالشكل ده وتضاعفت معايا، بدأت تدخل في الخم. اخدتهم وحطيتهم في صاج فيه ورق زبدة، وهبدأ ان انا افردهم في الصاج. جبت كوباية، اي كوباية عندك، بس حطيتها في الزيت وفتحتها كده من النص زي ما انتوا شايفين قصادكم، عشان اسهل على نفسي وضع الحشو بتاعي. فهعمل كل الكمية اللي موجودة عندي في الصاج بنفس الشكل. هحط كل ما الكوباية بتاعتي هتحتاج زيت هحطها في الزيت، وبعد كده هرجعها افتح بيها الفطيرة بتاعتي. وانا بعد كده رحت وسعت شوية كمان، فشايفين بقت سهلة ازاي عليا ان انا اشكلها بالشكل اللي انا عايزاه. عملت لها زي سور كده، وعملت كل الفطائر الموجودة عندي بنفس الشكل. بعد ما عملتها بالكوباية بدأت ان انا اوسع فيها زي ما انا عايزة. هخلص كل الكمية بتاعتي.
اثناء ما انا بخلص الكميه بتاعتي هكون انا طبعا احنا خلاص جهزنا الصلصه ومجهزه الحشو. هجيب شوكه وهخرم بيه القاعده بتاعت الفطيره في النص. انا هخرمها بالشوكه. ليه بقى هخرمها؟ عشان ما تبقاش مرتفعه قوي. فبعد ما انا هفتحها بالشكل ده هشتغل فيها خرمها بالشوكه. فاسهل حاجه الشوكه انك انت تخرميها بيها. خلصت كل الكمية اللي عندي، وبعد كده ده الحشو بتاعي. انا مجهزة عندي سوسيس مقطعاه وفلفل اخضر وزيتون مخلي شرايح وجبنة موتزاريلا. دي الصلصة اللي احنا عملناها. هبدأ افرد فيها معلقة صغيرة من الصلصة فيها. هخلصهم كلهم بنفس الشكل. هفرد الصلصة بالكمية اللي انا عايزاها. هي بتاخد معايا تقريبا حوالي نص معلقة صغيرة، بتبقى كافية وكويسة. انا مش بحط خالص على الاطراف. بحط صلصة، ما بحطش نهائي على الاطراف الصلصة. بعد كده هاخد الحشو بتاعي. هاخد الحشو بتاعي السوسيز والفلفل الاخضر والزيتون، وهبدأ ان انا اضع كل شوية احطهم في كل فطيرة معايا منها. هوزع على كل الفطاير اللي عندي الزيتون والفلفل الاسود والسوسيس لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي. بعد ما هخلص كل الحشو هبدأ ان انا احط اخر حاجة الجبنة الموتزاريلا. تمام. شايفين شكلها اساسا كده يعني مشهي ان الواحد ياكلها وهي نية بصراحة. الفطاير دي جميلة قوي وخفيفة مع كوباية شاي تحفة. فعلا حلوة قوي كمان. انا هنا رجعت حطيت الفلفل الاخضر لان نسيت ان انا حطيته في الاخر. وبعد كده هبدا اوزع عندي الجبنه الموتزاريلا بالكميه اللي انت عايزاها. عايزه تكتري وممكن كمان تحطي جبنه موتزاريلا الاول وبعد كده الحشو، وبعد كده تدي طبقه جبنه موتزاريلا كمان شويه على الوش لو انت عايزه الحشوه تظهر. وممكن كمان تحط الحشو من غير السوسيس وتحط الجبنه الموتزاريلا وتحط السوسيس على الوش، بحيث هيدي برضو شكل جميل ان السوسيس ظاهر في وسط الجبنه. عندي بيضه وحطيت لها رشه فلفل اسود وضربتها بالشوكه، وبعد كده هبدا ادهن الاطراف بتاعه الفطاير. هخلصها كلها. هنا عندكم في الفيديو هتلاقوا ان انا عامله جزء حاطه فيه سمسم، وفي جزء انا مش حاطه على اطراف سمسم. انا عملت صينيه عليها سمسم وصينيه مش عليها سمسم، عشان هتلاقوا عندكم الفطاير فيه بسمسم وفيه من غير. فانا هخلصها كلها، وبعد ما ادهنها هكون في الفتره دي انا مشغله الفرن بتاعتي مسخناها من اول ما بدات فيها 180 درجه. بعد ما هتسخن اول ما هدخل الصينيه بتاعتي ههدي عليها النار وسط على 160 وهسيبها هتاخد تقريبا 10 دقايق، وبعد كده هطفي الفرن عندي وهشغل عليها الشوايه عشان تاخد لون. هتطلع بالشكل الجميل التحفه ده اللي يشهي، اللي طعمها فعلا لذيذ. خفيف قوي زي القطن يعني. شايفين خفيفه خالص يعني. العجينه بتتكلم على نفسها زي ما انتوا شايفين. تستاهل ان انتوا تجربوها. لو وصلت لحد هنا حط لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. مع السلامه.